انت ليه لحد دلوقتي مش قادر تصدق انك محتاج شغل جنب شغلك؟ انت ليه لحد دلوقتي مش قادر تصدق ان بلدك داخله على انهيار اقتصادي؟ انت ليه لحد دلوقتي مش عايز تقتنع ان انت محتاج تزرع في ارضك وتبطل تزرع في ارض غيرك؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. ارجوك لو انت شخص شغال موظف، ارجوك بطل تزرع في ارض غيرك، بطل تزرع في ارض غيرك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لحد امتى هتخليك شغال عند الناس؟ ارجوك اتعلم مهارة جديدة، اتعلم اي مهارة، اتعلم اي حرفة، استثمر في نفسك. ده فعلا افضل استثمار. انا نفسي كنت زمان كنت بزرع في ارض غير، لحد ما جه الوقت فعلا الواحد لما بيكبر عقله بيكبر، ممكن يكون فاتك الاوان. فانت الحق نفسك قبل ما يفوتك الاوان وبطل تزرع في ارض غيرك، وازرع في ارضك انت علشان الحصاد والثمرة تبقى بتاعتك انت. ما تاخدش الثمرة وتروح توديها للراجل اللي انت كنت شغال عنده وانت تاخد الاجرة بس الفتافيت، لا، وانت اللي تعبت وانت اللي اشتغلت ومشي. فارجوك لو عايز تتعلم ازاي تزرع في ارضك فالفيديو ده مهم ليك. يلا بينا نبتدي. توكلنا على الله. بص يا سيدي، انت دلوقتي راجل شغال موظف ايا كان بقى، راجل، واحده، ست، بنت لسه ما اتجوزتش، اي حد عايز يتعلم مهاره جديده. المهاره دي احسن ما فيها وافضل ما فيها انك هتشتغلها وانت في بيتك. مش شرط انك تاخد محل، خد محل لما ربنا يوسع عليك، اما ينطلب منك طلبيات. انت ابتدي بس في بيتك. كل اللي انت هتحتاجه هي مكنه، بس مكنه صناعي، مش مكنه الصغير اللي هو بتاع كليات الفنون الجميله والحاجات دي، لا، مكنه صناعي بس. هو ده كل اللي انت محتاجه، وسيب الباقي على ربنا وعليا انا، وانا هعلمك كل اللي انت عايزه. طب هنتعلم ايه؟ تعال اما اوريك هعلمك ايه. هعلمك شغلانه، هعلمك مهنه وصنعه وحرفه مش موجوده في الوطن العربي، ولا حد هيعلمها لك في الوطن العربي، واقول لك ولا في العالم كمان. اقسم بالله العظيم ما حد هيعلمها لك في اي حته. ليه يا عم كده؟ هو اللي انا بقول لك عليه ده، اللي انا هعلمه لك ده مش هتلاقيه في اي مكان تاني. محدش هيعلمه لك بالطريقه دي. هتعلمني ايه؟ هعلمك ازاي تصنع منتجات. المنتجات دي يعني لا حصر لها، دي منتجات رياضيه بتستهلك على طول. لو هتشتغل على قدك اشتغل هنا، اشتغل بس في المحل اللي في الشارع اللي وراك، كفي المحل بس اللي هو بيبيع ادوات رياضيه، كفيه بس. روح له قول له انا عندي، قول له انا بعمل دي وبعمل دي وبعمل دي، وحط اسعارك وما تخافش، وما تخافش من اي حاجه. ايه هي المنتجات دي؟ هعلمك ازاي تعمل حاجه زي دي. ده نت رياضي بيستخدم في التاريخ. روح اسأل عليه كده، قول له المت ده بكام، ده منتج مصري. هعلمك تعمل حاجة زي دي، ده من منتجاتنا برضو، ماشي. ده حزام متوازي، هعلمك تعمل حاجة زي دي. هعلمك تعمل حاجة قلبزات، هعلمك تعمل حاجة زي دي. هعلمك تعمل حاجة زي دي، هعلمك تعمل حاجة زي دي. في حاجات كتير جدا هعلمها لك. طب هتعلمها لي ازاي؟ ازاي دي بقى؟ دي مش مشكلتك انت، دي مشكلتي انا. انا مجهز لك شنطه فيها كل وجميع الاستنباط، هبعتها لك وهتخش على الموقع وهتشترك وهتخش هتشوف الكورس كده متظبط، يعني زي ما بيقولوا كده من A to Z، يعني من الالف للياء. اعلمك من الصفر، لا مش من الصفر، ده انا هعلمك من تحت الصفر. تمام كده؟ لو عايز تفاصيل اكتر وتفاصيل التفاصيل في لينك تحت الفيديو، خش على اللينك ده، في فيديوهين اتفرج عليهم الاول وبعد كده خد قرارك. شوف انت عايز تزرع، قررت تزرع في ارضك ولا قررت تزرع لسه في ارض غيرك. سلام.